هما كلمتين لمجلس الاداره. شغل الهبه الزملكاويه اللي نط علينا دي مش هتنفع معانا. احنا مش هينفع معانا الهبه الزملكاويه دي، شغل شيكابالا ده وخش انت شوطها وبتاع وضيعها. عملنا احنا النهارده مع كهربا. احنا مع كهربا اتعمل نفس الموقف. برضه مجامله دخل يشوطها. مين يقنعني ان كهربا دور الرابع قبل السوليه وقبل عمر كمال اللي ضيع برضه، بس مش مهم، قبل عمر كمال اللي بيشوط في ضربات الجزاء كلها وقبل بيرسي تاو. يعني بناء عن ايه كولر مثلا منزله اصلا الماتش، وبناء عن ايه اصلا مخليه يشوط الرابع؟ انا مش فاهم مين يتحمل المسؤوليه دي. المجاملات دي ما بتاكلش معانا احنا كاهلاويه، احنا كاهلاويه ما بناكلش المجاملات دي، ما بيجيش معانا سكه. شغل التعريض ده ما بيجيش معانا خالص. ضيعت فرصه مفيش مشكله، اجتهد على قد ما تقدر، وجودك في الملعب عكس وسام خالص. لكن تتحشر انت او تحشر نفسك او حد يزقك يلا خش انت شوط الكوره عشان نفرح وتجري مع الجمهور، اديك خربتها علينا وعلى الجمهور وعلى كله. اتبسط. انا مش فاهم صراحه بناء عن ايه هو يخش يشوط؟ بناء عن ايه يخش يشوط؟ انا مش فاهم. ضيعها وبعديها عمر كمان خلاص هتخلص برضه راح جاي مضيع. سبحانك يا رب، ما بني على باطل فهو باطل. شغل المجاملات ده ما يجيبش حد الا ورا. فجاه رجعوا الفرقه، فجاه انت هوب خالد عبد الفتاح يخش يضيع. انا اول ما شفت خالد عبد الفتاح قلت هيضيع، واول ما شفت كهربا قلت هيضيع. عمر كمال كنت بقول يا رب، بس كنت حاسسها كده انها مش سالكه. بقول يا رب يمكن يجيبها ونخلص. لا، عمر كمال اللي اكد لي ان في كعبله، في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه. الراجل ده ما كانش معاده ان هو يشوط ولا كان مكانه، وهو اتزق كده خش انت خد اللقطه. مش احنا بتوع اللقطه. شغل اللقطات ده في انديه تانيه في اماكن تانيه، مش عندنا احنا. من الاخر مجلس اداره الاهلي بقى يعني يا ريت ايه يشوف نفسه كده، صفقات عدله ويظبط حاله. عشان اللي حصل النهارده انت من اول ماتش المفروض تخلص، ما جاتش معاك تخلص، عمال تروح مطلع وسام ومطلع الشحات. خلاص ماشي رؤيه فنيه، بس وسام احسن من اي حد. نزلت كهربا يعني فرصه بس لوسام تجيله ممكن يخلصها لك بدل الشر اللي احنا كنا فيه. ما علينا، وصلنا ضربات الجزاء في الاخر. شغل مجامله. مين زق؟ كولر كنت حاطط اسمه الرابع؟ ازاي يعني؟ بناء عن ايه ان هو يكون حاطط اسمه الرابع؟ ولا اتزق خش انت خد اللقطه؟ مش احنا بقى. الهبه الزملكاويه الموجوده دي ما بتجيش معانا سكه والنبي. شغل الزملكاويه ده ما بيجيش معانا سكه. ومن الاخر مجلس اداره النادي الاهلي يفوق معانا. في يناير عايزين صفقات عدله. اللعيب اللي هيفيد الفرقه اهلا وسهلا بيه، اللي مش هيفيد بالسلامه. عايزين صفقات عدله، مش عايزين نعدي كده زي ما الصيف عدى علينا والميركاتو ضاع. اهلا وسهلا بيكم. نفوق كده، عندنا دوله وعندنا افريقيا وعندنا كاس عالم للانديه واي بطوله هنخشها عايزين ناخدها. شغل المجاملات والطبطبه ده مش هينفع، وكولر يفوق معانا. كولر كده ما اعرفش، انا ادارته الفنيه كنا المفروض نخلص مع الفرقه دي من بدري. الماتش عمال يبعد عننا، بدل ما انت كنت مستحوذ على الكوره وبتعمل فرص وامورك تمام وبظبط، فجاه بقت تشمس وتعمل واللعيبه قعدت تتدلع، والماتش عمال كل شويه يبعد عننا لحد ما احنا بدانا في الاخر عايزين نروح ضربات جزاء. وما رحنا ضربات جزاء لبسنا. مبروك على اللبسه اللي احنا لبسناها. وتاني مجلس اداره الاهلي يشوف النقطه الزملكاويه اللي عندنا دي ما تجيش معانا. شغل صاحبي واحسن واخويا وبتاع، الكلام ده في الاسره جميل قوي وفي العلاقات الانسانيه. في كره القدم ما ينفعش الكلام ده. الكلام ده بيودي فرقه في داهيه، وليس السوبر المصري ببعيد. الامور سهله، وخصوصا في النادي الاهلي ما بيجيش معانا. من الاخر اداره الاهلي بقى تشوف لها حل، تظبط امورها. احنا كده مستوانا مش مظبوط. الفرقه اللي قدامنا دي كنا المفروض نغلبها في ارض الملعب، ما نوصلش لكل القرف. دينا وصلنا لضربات الجزاء وخسرنا بسبب ايه بقى؟ المجامله والاستعباط والاستظراف. اهلا وسهلا بيكم. زقنا كهربا عشان يخش يجيبها في الجون ونقول ايه؟ احيه سلام.